أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك؟ اسمي اللندي. عندك كم سنة؟ مش عارف، بس انا عايش بقالي كتير. تهمتك ايه؟ تهمتي سعادتك ان انا رحت كده عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضرب كويس. وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وتضرب، وانا ما رضيتش اتكلم، ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح حاططني من كتفي، وراح صرفني نص كده، نزلت على ودني اسمجيت بقيت. وضح لو سمحت، وضح. واسمجيت يعني اترشيت سعادتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح ضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهما كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخو ابويا، والدنيا ضيقه سعادتك يعني. أمال عملت إيه؟ قلت بدل ما اقتله واخش في السجن قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقة؟ لا انا مش معترف بحاجه وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات الشنطة اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده، وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجة من عندي ولا ايه؟ ده سعادة حضرة المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيك من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخ، عايزين اطلع طيار. طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقه منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودق، والجريمه لا تفيد. واطلب في نهايه البرنامج اغنيه لام العزيزه سيد الحبايب يا حنان انت.